السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيكة سهلة وبسيطة. ان شاء الله تكون مكوناتها موجودة في كل بيت وتنفع المناسبات بإذن الله. المقادير الموجودة معانا: 4 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من السكر، ودي الكوبايات المعيارية كلها بكوباية واحدة، معلقتين من النشا، ذرة من الملح، باكو من البيكنج باودر 23 جرام، هنحط عليه معلقة كمان كبيرة، معلقة من الخل، كوباية من الزيت، 6 بيضات كبار، وانا حاطه هنا 7 علشان كان معايا بيض صغير. انا هنا بقول لكم ان الكوبايه المعياريه هي نفس كوبايه الميه اللي بالحجم ده. صينيه مقاس 30 مبطنه بورق زبده، ومعايا كوبايتين من اللبن. هنحط البيض والفانيليا ونضربهم مع بعض لمده دقيقه، وبعدين ننزل بالسكر حبه بحبه مع الضرب المستمر بالشكل ده، ونضلنا نضرب فيه لحد ما يبيض لونه. هنيجي بقى المواد الجافه، نحط الدقيق على النشا على البيكنج باودر وذرة الملح ونقلبهم، ونرجع تاني للضرب. هنحط معلقة الخل ونحط الزيت بالتدريج مع الضرب المستمر. هنضرب شوية وبعدين نروح جايبين الدقيق ننزله برضو على 3 مرات مع الضرب. هنا انا هحس ان القوام تقيل شوية، هنزل بقى باللبن حبة بحبة مع الدقيق بالشكل ده لحد ما نخلص كل المقادير مع بعضها. كده خلصنا الضرب وهو ده قوامها. هننزلها بقى في الصينية. طبعا احنا مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هنحطها على الرف الأوسط لمدة ساعة. هي كده بعد ما طلعت هنسيبها تهدى شويه، وبعدين هنروح مغطيينها ونسيبها بقى لحد ما نيجي نشتغل فيها، مع ملاحظه ان الكيكه دي طريه جدا جدا، ما هياش زي الكيكه الاسفنجيه. يعني المفروض واحنا بنقطعها نقطعها بحذر عشان ما تتهريش. يعني كده سبتها لتاني يوم. تاني يوم جبت موس فراوله مع 100 جرام من الباستري كريم وضربتهم على بعض. ده الحشو الكيكه. انا هنا قطعت الكيكه 3 طبقات. جبت البورده اللي انا هحط عليها الكيك، وهعمل بقى طبقات الكيكه اللي دي ده الوش الكيك انهرى مني وانا بشيل من عليها الطبق بتاع الوش، بس مش مشكله، هنظبطها وهتبقى كويسه. ودي الميه اللي احنا، او ده الشربات اللي احنا هنسقي بيه، شربات خفيف. هننزلها بقى كده ونعملها ده الطبقه الاولى بتاع الكيكه. ودي الطبقه التانية اللي هي مهريه بقى هنحطها في الوسط. لميتها بالشكل ده وهسقيها وهحط عليها طبقه من الكريمه برضه. دي ما بتسقيش قوي زي الكيكه الاسفنجيه يعني، بس بنطريها بس شويه. كده خلصنا الطبقه التانية، هنحط الطبقه التالتة. هنا بقى الجنب ده كان، وبعد ما حطيت الكيكه في قلب الصينيه، لما جت تدخل في السوا خرجت من الجناب ما بين الورق وبعض، فلما جيت اشيل الورقه راحت عامله كده، اتقطعت مني، وتقريبا بقيتها دخل في وسط الكيكه اللي كانت مهريه في الطبقه الوسطانيه. فاحنا هنعالجها، ما فيهاش اي مشكله. هي كده هي مش باينه اصلا، ده مكان اللي انا بشاور عليه، ده مكانها، ومش هتبان برضو مع الطبقات التانية، مش هتبان بطبقات التغليف. كده احنا حطينا طبقه من الكريم شانتيه على الوش، وسبتها ودخلتها التلاجة ساعة كده او 2. وبعدين هرجع اكملها بالطبقة التانية.
انا مش هجلسها ناعم قوي لان انا كده كده هعملها بالمشط بالسكرابر المشط، فمش مطلوب ان انا انها تكون ناعمه في التجليس يعني. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نظبطها من الجوانب بس، مجرد تظبيط وننضف حواليها. بعد كده هنستخدم بقى المشط او السكرابر المشط بالشكل ده، وهعملها برضو من المنتصف كمان لاني هستخدم جيلو فراولة وجيلو مانجا، والخرفشة دي تحت الجيلوهات بتبقى شكلها لطيف. هجيب بقى اعمل روزيتا بالبلبلة اللي هي زي بتاعة بلح الشام كده بالشكل ده، داير ما يدور، وبعدين هقسمها نصين بالشكل ده، وهقسمها بقى نصين، نص اعمله موز جيلو فراولة، والنص التاني اعمله جيلو مانجا كده. انا هحط كل كمية الجيلو اللي معايا لان لو كان فض حاجة هتكون حاجة بسيطة قوي، فمش هيبقى لها لازمة معايا يعني. فحطيت كل الكمية اللي كانت معايا مع حوالي معلقتين كبار بالشكل ده، وافردها كويس. احاول ان انا اسويها. معايا بقى ترانسفير على شكل ورق شجر، عملته سايح شوكولاته وعملته عليها، وده التزيين النهائي والاخير. مفيش اي دفاهات باينه. ان شاء الله يا رب تنول اعجابكم، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم. واتمنى منكم رفع القناه باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو جديد.